هالقصة أرسلها لي واحد من لبنان، وتتكلم عن عمه قاسم واللي صارت أحداثها قبل حوالي 100 سنة. الرجال يقول إن عمه كان له سمعة غريبة بين أهل الديرة، وكل الناس كانت تصدق إن قاسم له علاقة بالجن. وأبوه ما كان يزور عمه أبداً، وظل زعلان عليه سنين طويلة، وكان دايم ينصحهم إنهم ما يروحون له ولا يتعاملون معه. ومن جهة ثانية أنا كنت أسمع كلام وإشاعات غريبة عن عمي، وهالشي خلى فضولي يزيد، وصرت أبي يوم من الأيام أروح له وأسأله بنفسي هل اللي يقولونه صحيح ولا لا. وبالنهاية قررت أزور عمي وأسمع السالفة من لسانه نفسه. دقيت الباب وعمي فتح لي وهو مبسوط ودعاني أدخل البيت. بعد ما سلمت على عمي سألته: الكلام اللي يقولونه عنك أنك على تواصل مع الجن صحيح ولا مجرد إشاعات؟ عمي سكت شوي وبعدين قال: بعض الإشاعات صح وبعضها غلط، بس في سر أبى أقول لك. هو أنت تشبهني وأنا أحبك، بس أوعدني أنك تحفظ هالسر طول عمرك ولا تقول لي أحد عنه. وأنا اللي أصلاً كنت متأثر فيه هزيت راسي ووافقت، وقعد يروي لي قصته. قال: كان عندي حمام صغير بالمدينة، ولأنه كان الحمام الوحيد كنت أكسب منه زين وقدر عايل عيلتي. يوم من الأيام بعد ما خلصوا الزباين كنت بسكر الحمام، طفيت القناديل اللي تشتغل بالنفط وطلعت قدام الباب عشان أقفله، لكن تفاجأت ب3 رجال واقفين جنبي، طوال بشكل غريب وملامحهم متشابهة، لابسين لبس عربي، وكانوا أطول ناس شفتهم بحياتي. قلت لهم: الحمام مسكر، تعالوا بكرة. لكن واحد فيهم كلمني بصوت غليظ ومخيف وقال: إحنا جايين من مكان بعيد ولازم نتحمم الليلة. صوته كان قوي لدرجة حسيت الخوف يمسك قلبي وما قدرت أقاومهم. على طول وافقت وقلت لهم: تفضلوا. على طول شالوا ثيابهم ودخلوا الحوض. كنت ماسك سطل مية حارة وبسخن، لكن واحد منهم قال: إحنا ما نحتاج مية حارة، نتحمم باردة، وابعد هالسطل عنا، لا تقربوا علينا. أنا فرحت لأن تسخين المية ياخد وقت طويل. وبعد ما خلصوا الحمام لبسوا ثيابهم وطلعوا بدون ما يعطوني أي فلوس. وأنا ما ودي أتهاوش مع رجلين غرباء بنص الليل. قلت في نفسي: أكيد جايين من مكان بعيد وما معهم فلوس. مرت شهور على هديك السالفة، وفي ليلة وأنا بسكر الحمام رجعوا نفس الرجلين الطويلين، لكن هالمرة كانوا 3 وطلبوا يتحمموا مرة تانية بنص الليل. مع إني كنت تعبان ودي أروح البيت، لكن الخوف خلاني أفتح لهم الباب مرة تانية. بعد ما جلسوا شوية يتحممون، واحد منهم التفت علي وقال: إحنا نبي نجي كل ليلة نتحمم هنا، تسمح لنا نتحمم كل ليلة؟ وأنا خايف قلت: إيه نعم، مع إني داخلي أبداً مو راضي. بعدين قال الرجل: إحنا 3 أخوان من قبيلة حوت، اسمي آلوشر، وأخوي شارفاح، وأخوي الثاني اسمه نايوشة. لما سمعت أسماء القبيلة وأسمائهم حسيت بالخوف، لأني أول مرة أسمع هالأسماء. بعد ما خلصوا حمامهم وكانوا يلبسون ثيابهم قلت لهم: تكفون، لا تجون لحمامي مرة ثانية، أنا كل رزقي من هالحمام وما أبي أحد يتحمم ببلاش. أول ما سمعت كلامي ال3 ضحكوا بصوت عالي، وفجأة واحد منهم ظهر قدامي بلمح البصر وقال: أنت يا ولد بسيط مرة، حتى لما سمعت أسماءنا ما سألتنا من إحنا بالضبط. قبيلتنا نص إنسان ونص جن، ونحن نعيش بين الجبال. قال لي: أنت سويت لنا خير، وإحنا ما نترك خير أحد بدون مقابل. وبعدين قال: إحنا عندنا خبرة كبيرة بعلم علاج البشر، ورح نساعدك عشان تقدر تعالج الناس وتجني فلوس زينة. كان يتكلم عن علاج البشر بطريقة ما كنت أصدق إنه واحد نص جن عنده كل هالمعلومات عن البشر. بعد ما قال هالكلام ال3 طلعوا من الحمام، ولما ركضت وراهم ما كان في أحد برا الحمام. سكرت الحمام ورجعت البيت بحس غريب وما أقدر أوصفه، وقعدت أفكر بكلامهم لين نص الليل. وبعد ما نمت صرت أشوف تعليمات وأتعلم في النوم كأنهم يعلموني وأنا نايم. ما أقدر أعطيك تفاصيل أكتر لأنه اللي صار لي غريب وصعب تصديق. بعد فترة ولد الجيران طاح من سطح البيت ويده كانت توجع كتير. رحت له وفحصت يده واكتشفت إنه كتفه طلعت من مكانها، وبعد كم حركة رجعت كتفه مكانه. الولد صار يحرك يده اللي كانت صلبة مثل الخشب، وكل اللي حوله انصدموا. بعد هالحادثة صرت أتعامل مع كل الكسور وأمراض أهل المدينة، وبعد ما عالجت كم شخص صار اسمي مشهور في المدن حوالي، والناس بدأوا ينادوني طبيب قاسم، مع أني ما كنت أعرف أقرأ وأكتب. بعد فترة
تركت الحمام وصرت كل شغلي علاج الناس، وصارت لي فلوس زينة. بعد كم وقت حسيت بحس غريب، ونص الليل قررت أروح الحمام. لما فتحت الحمام شفت الثلاثة رجال يتحممون. انصدمت لأني كنت سكرت الحمام، والطريق الوحيد للدخول كان بكسر القفل، لكن القفل كان سليم. ما قلت شيء، وفهمت إن عندهم كلام مهم لي، فانتظرت لين بدأوا يحكون لي. بعد ما لبسوا ثيابهم، واحد منهم وقف قدامي وقال: أشكرك لأنك خليت هالحمام لنا. في الشتاء طاقتنا تصير ضعيفة، ولازم نتحمم باردة عشان نعيد نشاطنا. أنا ما جبتك لهنا بس عشان أشكرك، هذه آخر مرة نشوف بعض، وما راح نشوف بعض أبداً لين يوم القيامة. ودعتهم، وقفت أطالعهم وأودعهم وأشكرهم قد ما أقدر. كل التعليمات اللي أعطوني إياها كانت معاي، ولما راحوا ورجعت شفت رجل بوجه مخيف وقلقان يطالع فيني مباشرة. ما أعطيت له أي اهتمام، سكرت الحمام ورجعت البيت. بعد هاليوم بدأت إشاعات ما لها أساس تنتشر بالمدينة. هذه كانت كل سرية، وأنا شاركتها معاك، بس لا تقولها لحد. بعد كم يوم عمي جاء لبيتنا ومعاه حلا وصالح أبوي، وبعد فترة صرنا قريبين من بعض، وكنت أزور عمي كل أسبوع. مرت سنين، وللأسف يوم من الأيام توفي عمي، وبعد وفاته قررت أشارك هالسر مع قناتكم، لأن حياتي ما بقي لها وقت طويل، وكنت أبي قصة عمي توصل لكثير من الناس. شكرا لكم إنكم بقيتوا معانا لين نهاية هالقصة. عشان تدعمونا لا تنسون تشتركوا بالقناة واعطونا لايك على الفيديوهات.